دلوقتي هنخرجها من الفرن. وطاجن البسلة بعد ما خرج من الفرن وشكله قمر قوي بيتكلم عن نفسه. هوريكم البسلة والجزر مستويين كويس جدا، واللحمة دايبة ومستوية، والطعم كله شارب من بعضه. هنقدمها بقى مع الرز بالشعرية، ولو حابين تاكلوها بالعيش زي ما تحبوا. ويلا نسمي بسم الله وندوق الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها اللهم بارك ولا غلطة. أنصحكم تجربوها بنفسكم، متأكدة بإذن الله هتعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة، وهستنى إن شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني دايما. لو عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفة تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه علشان